وبما أني ذكرت الأوضاع اللي نمر فيها، هي فرصة كذلك نطالب بحل سلمي يرضي جميع الأطراف اليمنية المتنازعة، لأن الشعب تعب وكلنا تعبنا. لا أنتم اللي سديتوا واتفقتوا على حلول تجعل الشعب يتنفس من جديد، ولا أنتم اللي نثرتوها حرب عشان نموت ونرتاح. جالسين معلقين الشعب بين السماء والأرض. واسمعوا لكم الآن بعد هذا الكلام كم يا ناس بقى تدخل تقول وأنت ما دخلك، وناس بقى تقول الأمور سابرة وإحنا مكيفين، وناس بقى تقول أنت تحرض لصالح من أنت تشتغل. قلبني الله أن الشعب يحارب نفسه بنفسه. ما اتفقنا ولا سدينا على شيء. اللي في الجنوب يدخل يقول حرر نفسك من الحوثي. من أي شيء حرر نفسي؟ معك عقل. يمني يحرر نفسه من يمني، ايش قلة العقل هذا؟ والشمالي يقول للجنوبي حرر نفسك من الاماراتي، ومعايرة ودحس وفحيس وكره ما بيننا البين. طيب ايش رأيكم نحرر انفسنا من قلة العقل اولا، ونتفق على رأي واحد عشان نقدر نعيش؟ في الأول والأخير جميعنا متضررين، والوضع الاقتصادي تحت الصفر، وجميعنا يمنيين. الحوثي يمني، والانتقال يمني، والأحزاب الحكومية كلها الذي في الجنوب والشمال تحت قيادة يمنية. لهذا يجب على القيادات التنازل من أجل الشعب، والتغاضي عن بعض الأمور، والاتفاق من أجل المواطن اليمني. هذا جاه الله عندكم. اتفقوا وخلونا نعيش، يكفينا فقروا معانا.